أوقات بنتعلق بشخص، بعلاقة، بإحساس عشان تعرف ده حب ولا تعلق. التعلق بيجي من خوف إنك تخسر الطرف التاني، خوف إنك تكون وحيد، زي البطلة ما قالت في فيلم One Day I love you so much I just don't like you anymore. يعني لما تلاقي إن وجود الطرف التاني بيطفيك وبيستهلك طاقتك، بيخليك مش مرتاح وبتبقى تايه عن نفسك، 5 مفاتيح لفك التعلق واسترجاع نفسك من تاني. أول مفتاح: اخرجي من دور الضحية. ما تخليش نفسك مشهد في حكاية حد تاني. بطلي تستني ان اللي ينقذك هو اللي وجعك او يجيلك يبرر هو ليه خذلك. اللي دخل حياتك وخذلك هو مرايتك، جاي يوريكي ان انتي مش بتحبي نفسك كفاية. اسألي نفسك بصدق، هل الانسان ده يستحق ان هو يسحب طاقتك ويستهلكها؟ هل هو اهم من نفسك؟ هل هو فعلا حب ولا انتي محتاجة عشان انتي وحيدة؟ تاني مفتاح: اقطعي كل الحبال اللي بتربطك بيه. وقفي مراقبة واصنعي حدود لنفسك. مفيش حد بيتشافى وهو بيراقب، مفيش حد بيتشافى وهو طول الوقت حاطط ايده على الجرح وعمال بيفتح فيه. بطلي تدخلي في صفحاته، بطلي تسألي عنه. الصور والأغاني والهدايا والشات اللي بينكم، حتى الأماكن اللي رحتوها سوا، كل ده بيفتح جرحك من تاني، كأنك بالظبط سايبة جرحك مكشوف ومنتظرة ان هو يلتئم. تالت مفتاح: ارفعي قيمتك وحبي نفسك. غيري روتينك، املي الفراغ اللي كان واخده الشخص ده في حياتك. الفراغ هو اللي بيخلينا نتعلق. اتعلمي حاجة جديدة تاخد كل انتباهك. غيري روتينك اليومي، امشي في طريق جديد، اتعرفي على ناس جديدة، جربي حاجة كنت مأجلاها من زمان. خليكي واعية ان العقل الباطن بتاعك بيحب الحاجة اللي اتعود عليها حتى لو كانت بتوجعك، لكن انت دلوقتي قررتي تتشافي وتعيشي حياة جديدة. اكتبي أو اكتب كل سلبيات العلاقة واقرأها كل يوم. كل مرة اتكسرت فيها، كل مرة اتنزلت فيها زيادة عن اللازم، كل مرة استنيت كلمة تطمنك وما جاتش. في حاجة عايزة أقولها لك: ما تسمحش لنفسك ترجع تتعلق تاني، لأن الطرف التاني لما أنت بتقرر تتشافى هو بيحاول يرجع تاني عشان يحس إنك لسه متعلق بيه، وبعدها يسيبك بطريقة أقصى من اللي قبلها. فما تدخلش نفس الدايرة تاني وتستنى نتيجة مختلفة. مش كل اللي بيرجع نواياه طيبة. 5 مفتاح وهو الأهم: املي قلبك بحب ربنا وتعلقي بيه، لأن هو الوحيد اللي مش هيخذلك. رجعي علاقتك بربنا. اللي بيتعلق ده شخص قلبه فاضي فبيملاها بأي حاجة. ربنا قال لنا في القرآن إن الشيطان هدفه ليحزن الذين آمنوا. الشيطان عاوزك حزين وانت بتلبيله طلبه إنك تتعلق وتعيش محتار وتايه وتعبان ومرهق في علاقات ملهاش أي جدوى. عاوزة أقول لكم على حاجة تطبطب على قلوبكم: أي علاقة بتيجي في حياتنا هي درس بنتعلم منه، ويا بختك لو اتعلمت الدرس بسرعة. الوحيد اللي تتعلق بيه هو ربنا، لأنك عمرك ما هتروح له وتلاقي بابه مقفول. التعلق بيجيلنا برسالة إنه حب نفسك، هي تستاهل إنك تحبها عن أي إنسان.